مساء الخير. النهارده هاتكلم على حاجة مهمة جدًا، وفي ناس كتير أوي ناسيينها، وهي التعليم. التعليم للأسف يا جماعة أصبح للأغنياء وليس الفقراء. ليه باقول الكلام ده؟ كانت عندي بنت بتساعدني، عندها بنتها بتوديها مدرسة، وكانت بتروح البنت عادي، لقيتها بتجيبها عندي كتير، وأيام بتروح فيها المدرسة، فباسأل البنت باقول لها: "أنتِ ليه بتوديش بنتِك مدرسة، وليه بتجيبيها عندي في الأيام دي؟ حرام، ليه تسيبيها المدرسة؟" قالت لي: "لأ، ما أنا خرّجتها من المدرسة." قُلت لها: "ليه؟ خرّجتيها من المدرسة يا ساتر يا رب ليه؟ ده البنت خلاص طالعة تانية إعدادي وقرّبت توصل وبنت ناجحة وشاطرة، ليه؟" قالت لي: "عشان أنا ما أقدرش أدفع المصروفات والكُتب غالية علينا يا مدام." أثّرت أوي فيّا الكلمة دي، وحسّيت إن إحنا بقينا في خطر. خطر إن الفقرا مش قادرين، رغم إن هم برضه مش فقرا، يعني هم دلوقتي بيقبضوا حلو وعندهم فلوس برضه، يعني في ناس أفقر منها. يعني أنا عايزة أقول لكم إن الدولة دلوقتي للأسف الشديد لازم تحُط إيديها على الناس دي، لإن الناس دي لو ما اتعلمتش مصيبة. الناس دي لو جهلة، هي هتتجه لاتجاهات تانية، اتجاهات اللي إحنا بنشوفها واللبس اللي هم بنشوفه والحاجات الإخوانية دي أو غيره من إجرام أو غيره من مخدرات أو إلى آخره. فلازم يهتموا أوي بالطبقة دي. فأرجو يعني لو الفيديو ده اتشاهد إن إحنا نحُط إيدنا على المحافظات والقرى والناس التعبانة واللي مش قادرة، يدّوهم قروض من البنوك، بداية المدرسة، يعملوا لهم طريقة معيّنة إن دول يكمّلوا تعليمهم، ما يقفوش في نُص الفترة ويبقوا مش عارفين هم اتعلموا والّا ما اتعلموش، ويروحوا في اتجاهات أخرى. بالنسبة التعليم في مصر، المنظومة كلّها لازم تتغيّر. وحقيقي الدكتور شوقي حاول يا عيني يغيّر، لكن كانت أدواته مش سعفاه. للأسف كان طبيعة هنا بلدنا والبنية التحتية وحاجات كتيرة جدًا أثّرت معاه في منهجه أو في طريقة تفكيره، كان لازم يدرس الكلام ده كلّه قبل ما يعمله لولاده. الحمد لله إن بدأوا يعني يحسّنوا شوية من نظام المناهج والتعليمات، بس في قصور جامد جدًا في المناهج. المناهج صعبة جدًا على الولاد، وخصوصًا سنة رابعة ابتدائي. سنة رابعة ابتدائي يعني من السنين الصعبة جدًا، جدًا على تركيز طفل. يعني أنا باشوف مناهج إحنا مثلًا كنا بناخدها في ثانوي. فين المراقبة هنا، فين الناس هنا، يعني ليه أنتم بتعقّدوا الولاد؟ أنا عايزة الولاد يروحوا المدرسة فرحانين، عايزين نلغي بقى موضوع الحفظ والتلقين والولاد يحلّوا كتير هيفهموا، لأ، أنا عايز أفهم، أنا عايز أفهم وأركّز وأطلع السَنة بحاجة معلومة أو معلومتين والله. كفاية علينا، كفاية على ولادنا وكفاية تعب أعصابهم. عايزين يروحوا، نهتم بحاجات أخرى جنب الدراسة، يحبّوا المدرسة. نهتم بالرياضة شوية في المدرسة، نهتم بالموسيقى، نهتم إن هم الولاد يحبّوا الدراسة، مش يكرهوا الدراسة، ما يكونش في رعب وهُم رايحين المدرسة أو كُره للتعليم. المناهج دي لازم تتغيّر، لازم نشوف حل ليهم، إن بلاش حفظ وتلقين، الكُتب دي لازم تتغيّر، يبقى فيها صور، يبقى فيها مشاهدات، تبقى حاجات على الكمبيوتر أكتر، استيعاب لمُخ الطفل دلوقتي أو للكبار الشباب. المناهج أرجوكم لازم تتغيّر. وسنة رابعة الرعب بتاعنا والبُعبُع بتاعنا، ومن ضمن الناس اللي ضغطت على أعصابها وتحوّلت يعني لحادثة شهيرة بموت يارا طارق، الطفلة الرائعة الجميلة، الله يرحمِك ويحسن إليكِ يا حبيبتي. كُلّنا حزننا عليكِ ومقطوع قلبنا ومش عارفين نعمل إيه لأهلِك، العبور كُلّها زعلانة عليكِ. للأسف ليّا ناس صحاب هناك بيحكوا لي الأب والأم في حالة بشعة، وإحنا بنعزّيهم وبنقول لهم بنتكم ماتت شهيدة التعليم، وكنت لازم أذكرها النهارده وأنا في الفيديو ده، لإن أنا فعلًا قلبي يعني يا خبر أبيض! آخر كلمة بتقولها وهي بتموت، أنا مش عارفة أقول للمدرس بُكرة أنا ما حليتش ليه، أنا مش عارفة أحل، وماتت. يعني البنت ضغط نفسي، ليه كده، ليه؟ أنتم مستنيين إيه؟ مستنيين ضحية أخرى؟ أرجوكم، أرجوكم، المناهج صعبة على الولاد، أرجوكم تغيير فيها فوري، أرجوكم استوعبوا الولاد، حببوهم في المدارس، كتروا كمية المدارس، إحنا عندين 60,000 مدرسة حكومية،
شوفوا قد إيه إحنا قد إيه طلاب، بيأدّي ده إيه، تكدُّس في المدارس جامد جدًا. ال التكدُّس ده ما هو أنتِ لمّا هتقعّدي 100 طالب مش هيستوعب، المدرسين لازم نعدّهم كويس أوي، نعمل كوادر، نعمل حاجات إن شاء الله يعني أقول إيه، وهُم في التعليم وهُم في كلية التربية ننزّلهم عملي، ننزّلهم يعملوا دروس للأولاد في الخلا زي الهند كده. أنا يعني ذكّرت في موضوع الهند ده، أنا سألت مرّة أمّا كنت في الهند باقول لواحد باقول له: "إيه رأيك في الدروس الخصوصية؟" قال لي: "إحنا ما عندناش حاجة اسمها دروس خصوصية هنا." قُلت له: "إيه ما عندكوش خالص؟" قال لي: "آه، إحنا أكتر راتب في الهند للمُعلِّم، إحنا بنهتم بالعلم أوي، بنهتم وبنقدّره جدًا. إحنا ما نهتمش زيكم بالمباني الفخمة والمدارس الشيك، إحنا ممكن في الخلا كده نقعد كده وندرّس للولاد، والولاد بيستوعبوا." والهند دلوقتي مش عايزة أقول لكم من أمهر الناس وأحسن من أحسن التعليم. أنا وأنا باقرا كده ألاقي إن التعليم إحنا عددنا ال13 في الدول العربية، موريتانيا تبقى قبلينا. أنا مع احترامي لموريتانيا واحترامي لأي دولة تانية قُلت يعني ذكرت قبلينا، بس إحنا مصر برضه، إحنا الفراعنة كانت أول مكتبة يعملوها، أول مكتبة في العهد يعني أنا مش فاهمة أول مكتبة وأول مدرسة أنا على ما أعتقد. لأ، إحنا بننحدر أوي، إحنا مش عارفين قيمة نفسينا، إحنا آآ بنخلّي مناهج وعقول ناس للأسف الشديدة مش على دراية باللي حواليها، هي اللي بتسيطر علينا في القصة دي. أرجوكم تغيير المناهج، أرجوكم استوعبوا الولاد أكتر من كده، لإن فعلًا بقى في خطر. أرجوكم اوعوا تنسوا الناس اللي بتمشي من المدارس عشان معهاش فلوس، لازم المدرسة تجيبها وتقول لها تعالي كمّلي وعلى حسابنا، بس اوعي تمشي من المدرسة. ما أعرفش ينفع النظام ده عندكم والّا لأ، يعني نحاول يعملوا لهم جمعيات، يعملوا لهم أي حاجة يكمّلوا فيها، بس المهم ما يمشوش، لإن لو مشيوا هيروحوا اتجاهات تانية. أنا عايزة أتكلّم عن الSAT وده عايزة له فيديو تاني، بس أنا لازم أتكلّم عنه، لإن الSAT أنا قصدي الدبلومة الأمريكية، عايزة أعرف منكم أنتم ليه لغيتوا يعني ليه لغيتوا الSAT؟ ليه لغينا الSAT؟ عشان نعمل EST؟ عشان الSAT بقى فيه تسريب وفيه غِش؟ قُلنا ماشي، لكن إن يتحوّل الEST إلى امتحان ورقي، طَب أنتم ليه لغيتوا الSAT؟ ليه تعتّم على امتحان الMath؟ تعتيم إيه جبار يعني، امتحان الMath ده ما فيش حد طالع إلا وهو بيعيّط وهو بيبكي، المدرسين نفسهم باسألهم بيقولوا لي: "يا مدام إحنا مش عارفين نحل الامتحان، ده امتحان مش صعب، ده امتحان تعجيزي." بتعجّزوا في ولادنا ليه؟ إحنا تعبنا، إحنا تعبنا، إحنا قسينا، إحنا دفعنا فلوس كتير أوي، الولاد أعصابهم تعبت، حرام عليكم، حرام عليكم، بجد حرام عليكم. أرجوكم، أرجوكم استوعبوا الدبلومة الأمريكية، أرجوكم ما ترفضوهاش لإن في ناس كتير أوي لو تعرفوا قد إيه بيتعبوا وبيصرفوا فلوس فيها لولادهم، ما تهملوهمش الإهمال الشديد ده، ما تعملولهمش الامتحانات بالصعوبة الشديدة دي، لازم يبقى في مراقبين، لازم يكون في مراجعة الامتحانات يعني تصحّحوا بقى تشوفوا إيه اللي بيحصل، تدّوهم درجات زيادة. الولاد بيعيدوا الامتحانات عشان عايزين درجة أو درجتين، ما بيقدروش حتى كل مرّة كده مع بقى وجود دروس تانية بياخدوها الGPA اللي هو لازم يتضاف على درجة الEST، فطبعًا الولاد في مشاكل جامدة جدًا. أرجوكم تحلّوا يعني حلّوا مشكلة الدبلومة الأمريكية معاكم، أنتم ليه رافضينها وليه في تعتيم جامد وليه مش عايزين تساعدونا؟ أنا عايزة أرجوكم رَد وعايزة اهتمام بالدبلومة الأمريكية أكتر من كده، وعايزة اهتمام بالتعليم كُلّه، ويا رب يكون أحسن تعليم في العالم، ونرجع تاني نبقى من إحنا فعلًا كُنّا كده، فما ينفعش أبدًا نكون منحدرين أوي كده ومش في ماشيين في الاتجاه الصحيح. والسلام عليكم، ويا رب يكون الفيديو بتاعكم